بعمل حاجة فخمة جدا وفلاحي جدا، والناس دايما بتستنى حد من الأرياف عشان يجيبها لها. إنما أنا بقى مش هبلة ولا عبيطة، أنا بحب أعمل الحاجات دي في البيت. أعمل الجبنة القريش في البيت، المرتة في البيت. اللي هعمله دلوقتي برضو هعمله حالا وهتشوفوا بنفسكم وهتقرروا ده ايه. جبنة جنب الفاضي مغسولة اهوت ومتنشف تمام. ايه اللي هنعمله بقى دلوقتي؟ هنشيل الحاجات دي كلها على جنب وهنجيب الجبنة القريش تمام. هنبدأ نرصها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. جبنة كده تمام، شوية اخضر اللي هو الحامي الحراق ده معاها برضو. والمفاجأة بقى الخيار. ايوه بعمل خيار مع الجبنة. تاني شوية فلفل حراق اهو، خيار تاني اهو، فلفلين حمر عشان نكمل بقية الجبنة نحطها تاني اهي. بس ايه كام واحدة كده على الوش كده. ظبطنا الجبنة تمام. جبت 10 كيلو لبن مع ال10 كيلو جبنة قريش اهو. غليته واستنيت عليه لما هدي شوية من السخونية تمام. دي المرتة اللي هي في بلد بتقول عليها عجوزة وفي بلد بتقول عليها مرتة على حسب معرفتكم بيها. بحط المرتة في اللبن. المرتة بقعد ادوبها كويس في اللبن لغايه ما تتجانس معاه اهو. بقت لونها ايه بني لحد ما تبوش خالص وتدوب في قلب اللبن. المرتة خلاص دابت اهي. بظهر المعلقه كده بضغط عليها جامد في التقليب كده عشان ايه تدوب مع اللبن اهو. دابت خالص تمام. فلفل حراق احمر بضربه في الكبه او في الخلاط وبضيفه معاها كده يا خبر ابيض على الريحه. خلينا اقعد اعطس بقى دلوقتي. احط الفلفل كله اللي انا جبته بتاع كيلو مثلا وضربته. الجبنه القريش اللي احنا عاملينها دلع هنحط معاها ايه برضو الملح مع المش اللي هيتحط على الجبنه. هو ده المش بس انا كنت سايبه لكم فجأة. وشويه شطه كمان مع الفلفل الحراق. الناس اللي بتقول ايه ساعات الجبنه دي بتطلع فيها دود ومش عارفه ايه، استحاله برضو يطلع فيها دود طول ما في شطه معموله بالشكل اللي بقولك عليه ده اهو. قلبنا الشطه والملح والمرته واللبن الدافي. اهم حاجه يكون لبن دافي فاتر كده مش سخن بيغلي اهو تمام. بعد كده نبدا نصبه على الجبنه اللي عملناها لحد ما يغطي الوش بتاع الجبنه. تمام. ببدأ ايه اربطه برضو واخمره قوي من غير ما يخشها هوا برضو لان دي هتقعد شهر يتعتق. بعد ما ايه خلصت 10 كيلو عملوا الجردلين دول. بس طبعا انا مليت ده ضمير شويه والباقي حطيته هنا. دي اللي بيسموها بقى ايه الجبنه القديمه اللي هي بيتحط لها المش تمام. نشوفكم ان شاء الله بعد شهر كده بالكتير واحنا بنفتحها.